بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. سمعونا الصلاة على النبي كده. بالصلاة على النبي عندنا 2900 ما شاء الله، يعني ربنا يبارك. تربية طبعا، يعني في ناس كتير تقول لك ايه انا جاي لي بقى شهر 7 و8 وهبطل تربية. لا، ما بطلتش تربية. احنا ممكن نعمل حاجة ثانيه، وهي ان احنا نقلل الكثافة اللي عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين تربية الطيور مع الحواوشي، اهلا وسهلا بكم. طبعا احنا كنا وعدنا حضراتكم ان احنا نعمل فيديوهات كتير من المكان اللي احنا موجودين فيه ده، يعني ربنا يبارك لاصحابه يعني. بس للاسف انشغلنا شويه، بس الحمد لله انا دلوقتي احنا في عمر البياع يعني. وبالصلاه على النبي زي ما انتم شايفين الفراخ بالصلاه على النبي حاجه زي الفل خالص. وهنتكلم النهارده في الفيديو بتاع النهارده عن ازاي نتغلب عن الحراره، اللي دي كانت من المشاكل اللي قابلتنا في الدوره دي. الحراره كانت عاليه جدا، وكان الدنيا مش متظبطه معانا في الحر. وازاي بقى اتغلبنا على الموضوع ده، ايه اللي احنا عملناه، وده كله هنتكلم فيه مع بعضنا. وبالظبط هنوريكم بقى بالصلاه على النبي احنا وصلنا لاوزان ايه. بس سمعونا الصلاه على النبي الاول كده عشان ربنا يبارك للناس في مالها. بالصلاه على النبي. الميزان عندنا اهو عشان نشوف بس بالصلاه على النبي كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. سمعونا الصلاه على النبي كده. بالصلاه على النبي عندنا 2900 ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لاصحاب المكان، ربنا يبارك لهم يعني. فاحنا كلنا عارفين ان الحر ما بيخليش الفراخ تجيب معانا موازين زي ما الناس عارفه يعني. فاحنا هنوريكم ازاي احنا تغلبنا على الامر ده بحاجات بسيطه خالص. لان انت اضطريت، والامور احنا قلنا الاخطاء اللي بنقع فيها والمشاكل اللي بنقع فيها نحاول نحلها مع بعضنا في المكان. طبعا احنا عندنا الخلايا بالصلاه على النبي زي ما انتم شايفين شغاله خالص اهو دلوقتي، والمكان كويس. من ضمن الحاجات اللي هتساعد ان انت تعلي من كفاءه التبريد عندك ان احنا ممكن نحط تلج في الميه. وهنوريكم احنا عملنا الكلام ده واحنا عملناه في الدوره ده عشان نبقى متفقين بس يعني. الحراره بتوصل عاليه بره، في موجتين حر جت 40 و45. ففي الاوقات دي لما تحط تلج في الميه بيساعد ان الهواء اللي بيكون داخل من جوه والهواء اللي بيكون داخل من خلال الخلايا بيكون درجه حرارته اقل. فده بيساعد ان هو يقلل درجه حراره المكان. والحمد لله كانت بتوصل عندنا 28 و30 يعني اقصى حاجه. لو احنا زنقنا وانتم شفتوا طبعا الموازين دي مش هتطلع لو الحر زي ما انتم شايفين عالي. يبقى اول حاجه ممكن احط تلج في الميه في البرميل بتاع الخلايا. فده يساعد ان الميه هتكون برد، او الهواء اللي داخل من خلال الخلايا بيكون محمل يعني بيكون بارد، فيقدر يعني يقلل من درجات الحراره. تاني حاجه من الحاجات اللي احنا نعملها عشان ما نبطلش تربيه طبعا، لان في ناس كتير بتقول لك انا جاي لي بقى شهر 7 و8 وهبطل تربيه. لا، ما بطلتش تربيه. احنا ممكن نعمل حاجه ثانيه، وهي ان احنا نقلل الكثافه اللي عندنا. احنا بفضل الله بنربي هنا تقريبا من 300 ل 350. طبعا ده لو احنا في الشتاء. احنا بقى دلوقتي في الصيف انا بطل تربيه خالص. لا، انا ممكن انزل بالكثافه بتاعتي ل 200 250 حسب ما انا عايز. فتقليل الكثافه احنا عارفين ان الفرخ ذات نفسه بينتج حراره، النفس، التهويه، كل ده موجود يعني. ده كله بيجي في العمر الكبير بيزنق. فانا لما اقلل الكثافه باذن الله ده كله هيساعد ان الحراره هتقل، او مش هوصل لدرجات حراره عاليه. وبفضل الله نقدر نطلع بالموازين اللي انتم شفتوها قدام حضراتكم دي. يبقى نقلل الكثافه، التلج في الميه. ثالث حاجه من الحاجات المهمه جدا عشان ما تاثرش على التربيه، ان انا لازم دايما اطباقي دي تبقى نظيفه اول باول. يعني السبب زي ما انتم هتلاقوا كده هننضف كمان شويه، بس انا قصدي الاطباق ديت لازم تبقى نظيفه اول، لان احنا عارفين ان ارتفاع درجه الحراره بيعمل عنده زياده في الامونيا. طبعا الامونيا بتاثر على الجهاز التنفسي، الفرخ ما ياكلش، الفرخ يحصل عنده مشاكل. فانا لما انضف الاطباق اول باول ده مش هيساعد ان يبقى في اي تاثير للحر بغض النظر عن درجه الحراره. هيخلي المكان نظيف، مفيش روايح، مفيش اي كده. لا قدر الله انا سبت المكان بالطريقه ديت، الحراره بتعلي نسبه الامونيا، غير ان هي موجود الفرش، غير النفس بتاع الفراخ، غير ريحه الفراخ. الامور دي كلها هتخلي المنطقه او الدنيا عندنا مش متظبطه. فانا عشان اقلل الحراره او اقلل تاثير الحراره لو جت، يبقى انا اطباقي نظيفه، احط تلج في الميه. بالاضافه كمان ان انا بحط تلج هنا في الميه اللي هو في البرميل بتاع الخلايا عشان مثلا. انما الميه بتاعت الفراخ ده ضروري ان احنا نحط فيها يعني تلج، يعني نسقع الميه للفراخ بتكون فتره زي ما بيقولوا كده، ما تكونش ساقعه قوي. بالاضافه كمان للفيتامين سي، واحنا الكلام ده كله اتكلمنا فيه مع بعض كتير. فيتامين سي تلج في الميه بالنسبه لميه الشرب يعني. فيتامين سي تلج في الميه، الاسبرين الاخضر ده كويس جدا. كل دول بيقللوا من تاثير الحر. لكن الاهم حاجه ودي الحاجه اللي احنا اشتغلنا عليها، ان احنا كنا بنحط في الفتره اللي هي من الساعه 11 للساعه 4 اللي بيقولوا عليها الذروه، اعلى حاجه في درجات الحراره. بنبتدي احنا نحط بنقوم جايين حاطين تلج في البرميل بتاع الخلايا عشان يخلي الهواء اللي داخل ساقع بدرجه اعلى. واحنا عارفين ان الخلايا بتبقى شغاله زي ما بيقولوا عليها بالنظام المغلق اللي بتاخد الميه وتردها في البرميل فتبتدي تبرد كل مدى. وهنوريكم الخلايا بره دلوقتي عامله ازاي. بس بالصلاه على النبي بقى، سمعونا الصلاه على النبي كده ما شاء الله، يعني ربنا يبارك للناس. ومن لا يمدح احنا في عمر البياعه. وبرضه احنا هنتكلم مع بعض في حضراتكم، او لو حد عنده اي استفسار عن اي شيء ازاي يعني لو في مشاكل قابلت حضرتك ولا اي حاجه، نقدر نرجع مع بعضنا ونتكلم في الامور ديت واسالهم. واي اسئله احنا بنجاوب عليها كلها. هنوريكم طبعا البرميل بره عامل ازاي والخلايا. بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا البرميل مع حضراتكم اهو، هيبان اهو.
طبعا البرميل ده احنا لما بنحط فيه تلج في الميه ده بيساعد ان الميه بتكون هنا داخله زي ما هي طالعه كده، بتنزل هنا في ميه ساقعه. مع تدوير بقى الميه اللي هي الدايره المغلقه، الميه تتاخد هنا وتنزل تاني، تتاخد وتنزل، الميه بتسقع بسم الله ما شاء الله عن الخلايا، ما شاء الله الميه لو حد حاسس بيها متلجه خالص زي ما هي زي ما بنقول اهيت. وطبعا احنا بنزود البرميل اول باول، وزي ما قلت لكم من الساعه 11 للساعه 4 لازم نحط في الميه تلج، ده بيساعد ان هو يخفض درجه الحراره اللي موجوده في المكان. ودي كلها حاجات احنا بنعملها عشان خاطر انت خلاص ربيت وعملت، هتبطل تربيه لا ما تربيش، ما تبطلش تربيه، اشتغل وظبط امورك والدنيا تمام. يبقى نقلل الكثافه، التلج في الميه بيساعد او في برميل الخلايا بيساعد ان هو يقلل درجات الحراره. بالاضافه اللي انت كمان دايما يبقى عندك تنظيف دوري للامور دي كلها، لان ده كله ايه، لو احنا قصرنا في حكايه التنظيف ده هيعمل امونيا وهيعمل ريحه وهياثر على الفراخ. ولو عاوزين اي استفسار عن اي شيء ابعتوا لنا واحنا بنجاوب على كل الناس. ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحوش على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.